نعم المواطن الكويتي اقول لك تقريبا من التحرير لليوم ما تعدل وضعه. صحيح. والتضخم يعني احنا نحسبها حسبة بسيطة. يعني انت ساكن بالجهرة صح؟ نعم. القسيمة اللي بالجهرة من 20 سنة كم سعرها؟ اللي من 20 سنة؟ ايه؟ الحين طافت 600 سنة. لا من 20 سنة كم قيمتها؟ لا من 20 سنة يمكن رخيصة، يمكن فمات توصل ل 40 50 ألف. اليوم كم قيمتها؟ اليوم 600 إلى 500 ألف. يعني تضاعفت 15 مرة. نعم. طيب راتب الموظف الكويتي من 20 سنة هل تضاعف 60 مرة؟ لا طبعا ما تضاعف. شوف هو حتى دائما لما تكون مشكلة، يعني المشكلة على 10 أشخاص من 100 هيسمونها مشكلة. نعم. بس لما تكون على 90 شخص من 100 شخص هيسمونها ظاهرة. الظاهرة تخوف. القروض في الكويت ظاهرة، فبالتالي الأصل مو تبحث عن حل فقط، الأصل أن تبحث عن مسببات هاي الظاهرة. ليش الناس اقترضت؟ 95% من الشعب الكويتي مدين. صح. المفروض نسأل ليش الناس اقترضت؟ اقترضت لأن الرواتب لا تكفي. صحيح. هناك بطالة مقنعة. صحيح. هناك تضخم لا يؤخذ في الحسبان، تدني الرواتب ودخل الأسرة. ثانيا الكويتي يقدم على سكن يقعد 20 سنة ما ياخذ البيت. صحيح. ف20 سنة يدفع من جيبته. صحيح. يروح لوزارة الصحة يلاقي خدمات متردية، يضطر يروح مستشفى خاص. يروح للتعليم يبي يدرس. يعني مثلا احنا كثير من الشباب تهاون اول حياته، لما خلص الثانوية كان مكسل، بس بعد ما كبر اكتشف ان اذا ما عنده شهادة ما يقدر ياخذ شيء. صحيح. فبدأ يدرس على حسابه في الأردن وفي مصر وفي البحرين وفي دول كثيرة، وتحمل مصاريف وعبء إضافي. فاحنا نقول علشان احنا نحتوي هذه الظاهرة يجب أن يكون هناك حد أدنى لرواتب الكويتيين. يعني خلينا نقول يعني لو احنا سقف هذا ما ينزل تحت راتب الكويتي. يعني خلينا نقول 2500 دينار مثلا دخل الأسرة، ويزداد سنويا بمعدل التضخم. حلو. زي. يعني هالسنة معدل التضخم تقريبا 5 أو خلينا نقول 10%. يعني كل سنة راتبك يزيد 250 بدون منه تحت. حلو. علشان تحافظ على القيمة أو القوة الشرائية لراتبك. حلو. نأتي بعد إلى احنا حاليا عندنا دعم 12 مليار دينار سنويا تكلفة الدعم. ونقول والله الديزل ينباق والبنزين ينباق والدنيا كلها تنباق، التموين يصدر خارج الكويت، والبيض الحين ضافوا لكم اياه بالتموين. قام يحطون اياه بالتموين البيض. احنا قاعد نقول تعال يبا هذا الدعم هذا ليش انت تحملني تكلفته انا كمواطن كويتي؟ عطني 2500 راتب وعطني 500 دينار بدل دعم سنويا، وشيل الدعم سنويا شهريا عطني 500 دينار شهريا. حلو. وشيل الدعم عني علشان انا اعرف اشتري اللي ابي. معناته البنزين يغلى، السلع الاساسيه اصلا البنزين يكلفك انت حاليا 30 دينار بالشهر. حلو. اذا صار 60 يعني 30 اضافيه، بس انا عندي 500. حلو. فانا ممكن اوفر. صحيح. بس انا تعطي الدعم، لان الدعم ما يروح حق الكويتي، الدعم يروح حق الشركات. صحيح. بس ميتحمله المواطن. نعم. بس الشركه هذه ما تدفع ضريبه. اي ما تساهم في تحسين معيشه الكويتيين، بس مجموعه تجار وشركات اجنبيه ومحليه تاخذ الدعم لانفسها